المقولة المتداولة الآن في مصر واللي في طريقها أنها تصبح شعار المرحلة هي مقولة تجديد الخطاب الديني. أنه هنا الأزمة الحقيقية اللي بتدفع بشر إلى أنه يتحولوا إلى قنابل، إلى أنه يمارسوا القتل والعنف، والقتل والعنف بمعناه المادي وبمعنى أيضا الرمزي. يعني من يتابع بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على بعد وفاة السيدة فاتن حمامة يشوف قدر كبير جدا من العنف الرمزي بيمارس، يعني وبما يعني أنه المجتمع بات مشحونا بشحنة عنف كبيرة جدا، عنف في اللغة وعنف في الفعل وعنف في الأحاسيس. حتى الأحاسيس فيها قدر من العنف. فإذا كان شعار المرحلة هو تجديد الخطاب الديني، فأنا واحد من الناس اللي شايفين أنه لابد أن نضبط هذا الثلاثي المفاهيمي الذي يتكون منه هذا العنوان تجديد. يعني إيه تجديد في الحقيقة؟ ويعني إيه خطاب؟ ويعني إيه دين كمان في الحقيقة؟ لأنه الثلاثي ده مضطرب في الحقيقة، فهمه مضطرب اضطرابا كبيرا. أحيانا بيبدو أنه استخدام المفاهيم سطحي إلى درجة تخليك تدرك أنه النتائج المتوقعة من وراء هذا الفهم للمفاهيم لن تكون شيئا يعني حقيقيا. يعني لن إذا كان فهمنا للخطاب مثلا، وأنا شايف أنه ده المفهوم المركزي اللي لابد من التركيز عليه، إنه كل الناس بتستخدم هذه المفردة، مفردة خطاب. يعني تسألوا يعني إيه خطاب؟ ماذا يعني الخطاب؟ تسمع يعني أحيانا ما يكاد يساوي بين الخطاب وبين الخطابة. يعني أحيانا بسمع بعض الإخوة اللي بيتكلموا عن تجديد الخطاب الديني وتسمع ما يعنونه بهذه المفردات التي يستخدمونها، فتكتشف إن هم بيتكلموا عن إنه الخطيب اللي في المسجد بدل ما بيتكلم بأسلوب عنيف وبيتكلم بلغة معرفش مالها وبيستدعي آيات اللي معرفش القتال، يبقى يستدعي آيات معرفش السماحة ويستدعي أحاديث مش عارف إيه إلى آخره. وكأنه الأمر متعلق بأساليب القول، إن إحنا نحسن أسلوبنا، إن إحنا نبقى أكثر بلاغة، إن إحنا تبقى يعني نحسن أسلوب القول. وده أظن إنه ده فهم ساذج جدا 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 لن يؤدي بنا إلى شيء. علشان كده يعني أنا شايف إنه مسألة تجديد الخطاب الديني دي مش واحد هيخطب على منبر ويقول لهم أيها الناس الإسلام دين الرحمة ودين التسامح، ويجيب بقى لتجدن أشد الناس عداوة وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا النصارى ومش عارف إيه وإلى آخره وآخر الخطب العظيمة دي. ده لا بيجدد خطاب ولا بيعمل حاجة، بيثبت الأوضاع زي ما هي. ومع كل يعني ثنائنا على حسن النوايا عند بعض الشيوخ، الشيخ مختار جمعة وزير الأوقاف أو الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، إلا أني بتصور أنه مهمة تجديد الخطاب في حاجة إلى فهم يبدو لي أنه ليس متوفرا الآن في مصر، أو أنه على الأقل الإخوة المتصدرين المشاهد والجهات الموكول إليها إنجاز فعل التجديد ليسوا أهلا لهذا، والله أعلم وشكرا.